التعدد الزوجية. يا صديقي، يا من تشتاق إلى زوجة الثانية، تزوج، لا تحرم نفسك من متع الحياة. أنت لم تحيا في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، فطالما أنك تعلم أن الدنيا ثانية فتوكل على الله وتزوج الثانية. فإذا كنت ناويا وآزما على هذا الموضوع فلا تتردد، فالتردد مقبرة الفرص. فلا سبيل لإقناع المرأة بزوجة الثانية حتى ولو كانت صحابية. هناك من النساء من تتمنى لزوجها أن يموت ولا يتزوج عليها. دخل رجل على زوجته وقال لها إن الأمير أمر أن يتزوج كل رجل على زوجته بزوجة الثانية، ومن لم يتزوج عليها بزوجة الثانية فسوف تؤتى رقبته. فنظرت إليه نظرة فاحشة مدققة مؤبرة وقالت له يا حبيبي هنيئا لك الشهادة. لماذا إذا تحدثنا عن موضوع تعدد الزوجات نتهم بأننا قرابين للبيوت ونتهم بأننا همجيين والشهوانيين؟ أليس هذا مطلع الشرع؟ لماذا ندع رؤوسنا في التراب كالنعام؟ كفانا أيها الشيوخ من مجاملة النساء. نحن نتحدث عن غريزة موجودة في الذكور والإناث. ما جاء الناس وما ابتلعت الدنيا بالبشر إلا من خلال هذا الموضوع. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. استطاع أعداء الإسلام أن يقنعونا أن الزواج الثاني خيانة للزوجة الأولى. ما شاء الله. أنا لا أدري لماذا يرفض المجتمع عن موضوع تعدد الزوجات. التعدد من شرع الله أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه من فوق 7 سماوات. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ونحن مع تعدد الزوجات ولسنا مع تعدد الأشقات. زين للناس حب الشهوات من النساء، وإن الرجل الذي لا يميل إلى النساء ناقص في رجولتي، مشكوك في فضولتي، متهم في غريزتي، ضعيف في إرادتي. والنساء كالبحر كلما شربت منه ازداد عطشا. والنساء كالبحر والنساء كالبحر كلما شربت منه ازداد عطشا. فنحن مع تعدد الزوجات ولسنا مع تعدد الأشقات. لماذا أيتها الزوجة الثانية تنظرون إلى زوجة أنها إنسانة متضفلة، وتنظرين أنها إنسانة سرقت زوجا من زوجته وأبل من أطفاله وبيته، مما يدفعها إلى الانسحاب وتلقي الطلوع بسبب موافقتها إلى إنسان متزوج. المرأة التعدد بالطبيعة